بحبك يا بيضة، بحبك يا سمرة، بحبك يا أبيض، بحبك يا أسمر. لو قلبي هنا بحبك، لو قلبي هنا بحبك، لو قلبي هنا برضه بحبك. لو قلبي في المانجا الحلوة دي، اللي أول مانجا ألاقي مانجا حلوة وجميلة كده هنا في أمريكا بتبقى عند الهنود يا جماعة. انا جبت مانجا جميله جدا جدا، رحت محل كده تقريبا اللي هو بتاع السمك ده اللي انا جبت منه اسماك، لقيت عنده المانجا دي. هو تقريبا هندي، معظم حاجاته هندي. فجبت كرتونه المانجا دي كلها غريبه، يعني اول مره تبقى رخيصه كده، اول مره المانجا تبقى عندنا رخيصه كده. محل صيني. صيني؟ المحل الصيني. صيني ولا اسباني؟ صيني تقريبا. طب انا ما شغلتش ولا ايه؟ شغلت. بصوا الكرتونه دي كلها ب 13 دولار. هنعد نشوف فيها كام واحده. 3 و3 6 و3 9 و3 12 و3 15 و3 18 منجايه. معقوله 18 منجايه الحلوين دول اللي زي اللوز دول ب 13 دولار؟ مانجا بقى. طبعا هخلص معاكم واقعد اهبر منها كام واحده. تمام. حلو. المانجا حلوه قوي قوي قوي. بصوا طريه زبده وريحتها جميله جدا جدا جدا. قلت اجيب كرتونه بس مش هناكل منها كتير انا وجوزي، لان صعب طبعا ان احنا ناكل مانجا كتير، وكل واحد ياخد له واحده. هي الواحده معقوله يعني. يا دوبك واحده. تمام. جبت كده كرتونه مانجا اهيت النهارده، وهوريكم كمان جبت ايه. مش قادره اشيلها. جبت طبعا انا عايزه اعمل محشي، فجبت كوسه. لقيت كوسه حلوه خالص زي الكوسه بتاعتنا المصري، هوريها لكم اهيت. بصوا لقيتها كوسه صغننه كده تشبه المصريه يعني. يا رب تكونوا بس شايفيني. التصوير مش عارفه ماله مش حلو ليه. كده كده يا جماعه حلو. بصوا هوريكم بقى الكوسه اللي انا جبتها. بصوا كوسه جميله، اول مره الاقي برده كوسه حلوه كده صغيره. انا دايما بجيب الكوسه بتطلع كبيره قوي. هي دي كبيره بس مش قوي يعني، معقوله يعني بالنسبه لنا هنا معقول. جبت شويه اخرط منهم حبه احطهم في الفريزر، وكم واحده كده اعملهم محشي. يبقى دي المحشي بتاع الكوسه. وجبت كمان بدنجان، بس طبعا البدنجان اللي انا جبته هتضحكوا عليه، بس اوعى حد يضحك عليا. تمام. لو ضحكتوا عليا هزعل منكم. جبت بدنجان. طبعا ما فيش البدنجان الاسمر الصغير، نادر قوي لما تلاقي البدنجان الاسمر الصغير بتاعنا اللي بيتحشي. فانا جبت بدنجان من ده اهو، شيخ البدنجان، بقطعه 2 أو 3 وبحشيه. هو بيبقى لما بيستوي بيبقى جلده ملزق كده طري شويه، بس اهو اسمه بدنجان. جبت لي كام واحده كده برضو على النفس الواحد، برضو الواحد بيهف نفسه على الحاجات دي. تمام. وجبت فلفل اهو، برضو ما لقيتش فلفل صغير اصغر حاجه. جبت لي 3 4 وحدات اهو فلفل اخضر. حلو الفلفل، مش وحش. المحل ده فيه كل حاجه حلوه ورخيصه اهوت. دي حاجه المحشي. وجبت ايه تاني؟ بدنجان وفلفل وكوسه. وجبت كرنبايه، مش عارفه هي فين اهي. كرنبايه صغننه خالص خالص، هناكل منها اخضر كده ونعمل منها كام واحده كده على قد نفسنا. برضو كرنبايه صغننه اهي. بصوا اهي اهي. تمام. يبقى كده جبت كرنب وفلفل وبدنجان وكوسه للمحشي. شاطره ماما جولا. وبصل طبعا عشان المحشي بيحتاج بصل، ما كانش عندي بصل اهوت. انا كل ما الاقي حاجه زياده يا جماعه اجيبها. علشان جبت بقى النهارده هعمل بدنجان مقلي كده وبطاطس. ناكل بدنجان مقلي وبطاطس سريع سريع، لان اليوم اللي بطلع فيه بره ما بعرفش اعمل فيه اكل بصراحه. البدنجان الحلو ده اهو جبت منه، انا بحب البدنجان طبعا ده. طبعا بما اني هقلي بدنجان جبت بصل اخضر اهو. عندنا بصل اخضر، اشمعنى انتوا عندكم بصل اخضر واحنا لا؟ اهو بصوا. بس طبعا الحاجه هنا مش حلوه زي حاجه مصر يا جماعه، حاجه مصر لا يعلى عليها. بصوا جبت رصتين بصل اخضر اهو. تمام. احنا عندنا هنا كل حاجه، بس طبعا كل حاجه مبيبقاش طعمها حلو زي حاجه مصر، ولا ايه رايكم انتم؟ طبعا جبت كيوي فاكهه بقى. جبت شويه فاكهه كده لان انا عندي تفاح وعندي برتقال وعندي موز. فقلت بقى اغير بقى، الواحد زهق من الروتين ده، تفاح موز برتقال تفاح موز برتقال، الواحد زهق. فقلت اجيب كام واحده كيوي كده، رغم ان انا ممنوعه من الكيوي، بس على لساني ولا تنساني. الواحد نفسه بتجيبه كده على الحاجه اهي. استنى انا عايزه افتح القطعه لكم الكيس بقى اهو. بصوا الكيوي ده طلع كبير وحلو فعجبني، فرحت جايبه منه اهو. طبعا الاسعار بيني وبينكم ما بصيتش النهارده على الاسعار لان كنت مستعجله وظهري كان واجعني، فالحاجه اللي بتعجبني جبتها وخلاص. في اللي عرفت اسعاره وفي اللي معرفت. جبت 2 تين مجفف، لان التين المجفف ده بس ابيض ونضيف ازاي، ما فيهوش ولا واحده سمراء. حسيت ان هو نضيف وجميل كده ب2 دولار ونص الواحده اهو.
جبت 2، جوزي بيحبه وانا بحبه بصراحه. جبت بنجر يا ولاد، جبت بنجر ممكن تسلقيه تحط عليه ملح وليمون كده وتاكليه، وممكن بقى للاكل بقى زي ما انت عايزه اهو. بصوا نقيت البنجريه الصغيره لان البنجر الكبير بيبقى شايخ من جوه، بس انا جبت البنجر الصغير ده، قالوا لي البنجر ده حلو بالنسبه لي فانا جبت بنجر. تمام. جبت بنجر يا ماما جولا. ايوه بنجر النهارده. طيب جبت ايه كمان يا ماما جولا؟ جبت معاكم بصوا واحده كنتالوب اهي زي الشمامه كده، لان البطيخ عندنا طالع، بس البطيخه قد كده وجلدتها ناشفه قوي ب 10 دولار، فهجيبها مش هستفيد منها حاجه، فقلت اجيب دي ايه بدل البطيخ. طيب كويس كده يا جماعه. طيب جبت حاجه تانية بقى هبقى اوريها لكم بس مش دلوقتي، هنعمل عليها فيديو مع نفسنا كده. دلوقتي بقى ايه، انا خلصت الفيديو اهوت ووريتكم الحاجه اللي انا جبتها. انا شاريه برده شويه حاجات تانيين هعمل فسيخ معاكم، هوريكم الفسيخ اللي بتاع البوري اشتريته ازاي واشتريته منين، وهوريه لكم وهنفسخ مع بعضنا الفسيخ. هو الفسيخ ما بيتاكلش غير في العيد بس وفي شم النسيم بس، لا هو اكيد الفسيخ اللي انا هعمله مش هيلحق شم النسيم، فاحنا هنا عندنا ما عندناش اجازات في شم النسيم، فبنفسخ الفسيخ وناكله بعد شم النسيم. يلا اشوفكم في فيديو الفسيخ، استنوني على فيديو الفسيخ، شوفوا هفسخ الفسيخ ازاي يطلع زبده الزبده. فسيخ ماما جولا لا يعلى عليه يا جماعه، انا بعمله بصراحه بيطلع خطير، طري وجميل وعادب ومش حادق. يلا بينا نستنى الفيديو اللي جاي مع ماما جولا، ونحط اللايك والكومنت الحلو من عندكم والكلمه الحلوه والتشجيع الحلو، وترفعوا من روحي المعنويه. ربنا يرفع من روحكم المعنويه يا رب. باي باي. استنوا ما تمشوش، انا قلت لكم مشوا، لا ما تمشوش، استنوا في حاجات ورايا اهي لسه ما عملتهاش. بصوا انا جبت برطمان زبده الفول السوداني اهي، اهي زبده الفول السوداني دي يا ولاد. بعملها ازاي؟ بجيب العيش الفينو وبتدهنيه مربى او عسل نحل وتدهني عليه زبده الفول السوداني، دي بتبقى جميله ولها عمليات تانية ولها حاجات تانية ولها افكار تانية تعمليها بزبده الفول السوداني، بس انا بحبها بالمربى والعسل في السندوتشات، بتبقى طعمها حلو خالص وريحتها كمان بتبقى جميله، ريحه السوداني يعني تحس انها ريحتها ريحه السوداني. استنى ما افتحها كده اوريها لكم اهي. انا عندي برطمان قديم هنا بس ايه حسيت انه قديم قوي يعني. استنى ايه ده اها بصوا انا بحبها بصراحه، بحب احطها في السندوتش مع المربى او مع العسل اهي. جبتهم برضو معايا المره دي اهي. جبت باكو شاي ليبتون اللي هو الورق ده، بس انا طبعا لما باجي اعمل الشاي ليبتون ده انا بحب شاي العروسه بتاع مصر الناعم، انا عندي منه هنا اهو، بس المره دي بقى ما لقيتش شاي العروسه فاضطريت ان انا اجيب شاي ليبتون، لاني هقعد لحد يوم السبت الجاي الويك اند الجاي من غير شاي، فقلت اجيب اي شاي بقى، فجبت الشاي الليبتون ده، بس ما بحطيش بالورقه لانك بيقولك تحطي بالورقه ده خطر، فانا بفضي الورق كله وبحطه كده للشاي الناعم، برمي الورق ما بحطوش بالورقه يعني. وجبت ايه تاني؟ لقيت غله اهي عايزه اعمل بليله، تيجوا تاكلوا معايا بليله اهي. لقيت غله هنعمل بليله مع بعض ان شاء الله باذن الله. انا بحب اعملها زي العاشوره كده، بضربها في الخلاط تبقى طعمها جميل. يلا اقول لكم بقى باي باي المره دي، باي باي بجد بقى، يلا باي